بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في قناتي. نشكر كامل اللي اشتركوا في القناة ونقول لهم دعموني بالإعجاب. اليوم جبت لكم وصفة جديدة، هي حريرة أو حساء الخضار. هذه الوصفة اقتصادية وصحية مغذية. راح نقدم لكم المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. أولا عندي هنايا قطع صدر الدجاج، عندي خضر، أنا استعملت حبة بطاطا، حبة جزر، عندي حبة بصل، قليل من الفلفل الأخضر الحلو، حبة طماطم، فصوص ثوم نحطها كما هي، والتوابل اللي هي فلفل أسود، كركم، كمون، كزبر وزنجبيل وورقة رند والزعفران والملح طبعا، وملعقة صغيرة طماطم مصبرة. عندي ملعقة فريك و2 ملاعق كبار تشيشة القمح، والزيت باش نقلي المرق نتاعي. نمر لطريقة التحضير. في طنجرة نحط كمية من الزيت، حوالي 2 ملاعق كبار، نضيف عليهم ملعقة صغيرة مارغرين، راح تعطينا بن ثاني للمرق تاعنا. بعد ذلك نحط عليهم قطع صدر الدجاج، نحط عليهم الفلفل والبصل والطماطم. تحبوا ديروا فلفل حار ثاني يعطيكم نكهة زينة للحريرة تاعكم. نقلي الكل مع بعض. سر البنة راه في التقلية تاع الدجاج مع الخضار. تحبوا تحطوا خضار كيما تحبوا نتوما، انا حطيت هنايا حبه بطاطا وحبه جزر. تحبوا تحطوا كورجيت او كابويا ثاني راح تعطيكم مذاق هايل للحريره تاعكم. نخلط المكونات مع بعض وبعدين نحط التوابل. انا حطيت معاهم ملعقه صغيره طماطم مصبره، هنا درتها فقط على جال البنه. بعد ذلك نحط الزعفران، هنا راح يمد لكم ذوق ولون برتقالي للحريره تاعكم، اذا كان مش متوفر عندكم ما تحطوش. هاد الحريرة صحية ومغذية، يحبوها الكبار والصغار، تجي بنتها روعة خاصة في الأيامات البرد. هنا نحط الفريك والقمح كما قلت لكم. كما تعرفوا بلي شيشة القمح صحية. نخلط قاع المكونات مع بعض ونمرق طبعا بالماء الحامي باش تجيني الحريرة تاعي بنينة، ونخليها طيب. مش راح تاخذ لكم مدة طويلة في الطهي. هنا بعد ما طابت الحريرة تاعي راح نضيف عليها المعدنوس، نحي قطع الدجاج ونضيف عليها المعدنوس والجبن طري أبيض، والقليل من الكريمة السائلة الخاصة بالطبخ، ونميكسي الكل مع بعض. يمكن تقدموها مع مملحات أو خبز أو أي حاجة نتوما تحبوها. هنا حطيت الكريمة وبعدها حطيت الدجاج كنت فتته، وهنا هاني قدمتها لكم. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم، وما تنسونيش بالاعجاب والاشتراك في القناة، وشكرا.